الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. لولاه ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا رجال. لولاه ما كشف الحقيقة عالم أو كان في دنيا الورى حكماء. سبحانك أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الحوض الشهي مذاقوه، أنت البشير بواسع الجنات، أنت الرسول فلست تنطق عن هوى، وشفيعنا في الحشر والميقات. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ما من إنسان له قلب إلا وغريزة الحب تتحرك فيه في جميع الاتجاهات. ومن مظاهر جمال الإنسان أن يحب الوطن الذي تربى فيه. فحب الوطن جزء أصيل من الإيمان. اسمع إلى سيدنا إبراهيم في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الدعاء للبلد يدل على أن هذه المسألة مستقرة في القلب، وليس هذا فقط، وارزق أهله من الثمرات. الدعاء للناس، لكل الناس: رب اجعل هذا بلدا. هذا في سورة البقرة الآية رقم 126. في سورة إبراهيم الآية رقم 37 الله يقول: وإذ قال، نفس سبحان الله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد في التعريف. هناك قال رب اجعل هذا بلدا آمنا بالنكرة، نكر كلمة بلد. والعلماء تكلموا في هذه المسألة: لما نكر ربنا مع أن الدعاء واحد؟ قالوا إبراهيم هو الذي نوع الدعاء، مرة قال بلدا ومرة قال البلد. قالوا هل هناك فرق لغوي في هذا المعنى؟ قال أهل العلم كثيرا من الكلام، لكن خلاصته أن بلدا ربما يكون كان هناك عسر في البلد، فذكرها في أسلوب التنكير: رب اجعل هذا بلدا، لأنه البلد تحتاج إلى مقومات وإلى دعائم، فقال رب اجعل هذا بلدا. ولما من الله على البلد بالانتفاع والسعة دعا لها غيره. فكأنك يجب أن تدعو لبلدك في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة. هكذا قال أهل العلم، واستفادوا من التنكير والتعريف هذا المعنى سبحان الله. وهذه مسألة يطول شرحها، لكن المقصود أن الانتماء للوطن الحقيقي هو أن لا تترك بلدك تغرق، بل تدعو وتتوسل إلى الذي خلقها. تصور هذا الرجل الذي ذهب اسمه العزير، الله لم يذكره بالنص في سورة البقرة، لكن أهل العلم قالوا هو العزير، نبي أرسله الله بعد سيدنا موسى. العزير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دخل فلسطين وقد دمرها تمصر، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ حزين على البلد،
يستمطر رحمة الله أن يرجع البلد كما كانت. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين للعزير قدرته في أنه يحيي ويميت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. العظام تفتتت تماما، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. فتوسلك بالله لبلدك هذا يدل على حقيقة الإيمان المستقر في قلبك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة ينظر إليها نظرة قلق، نظرة خائف على البلد، ويقول والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. انظر إلى تعلق رسول الله بالأرض بالوطن بحبه للمكان. سبحان الله. دين، حب الوطن دين. المسألة هذه مسألة تتسع وأدلتها كثيرة جدا. لكن اسمع ماذا يقول الإمام الذهبي من كبار علماء المسلمين، يقول معددا طائفة من محبوبات الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع بالله عليه. يقول كان يحب عائشة صلى الله عليه وسلم. أنواع الحب القلب المعطاء، قلب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس هذه القلوب. كان يحب عائشة ويحب أباها رضي الله عنه، يحب أبا بكر، ويحب أسامة بن زيد رضي الله عنه، ويحب سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويحب الحلواء والعسل. شوف التنوع اللي عند سيدنا النبي. ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد. وهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فنسب الحب سبحانه وتعالى، فنسب الحب صلى الله عليه وسلم لجبل. انظر كيف يحب الجبل صلى الله عليه وسلم، جبل، ومع ذلك رسول الله يحب الجبل. هذا جبل يحبنا ونحبه، والجبل له انفعالات، وهذه مسألة ضخمة تحتاج إلى وقت. سيدنا داود عليه السلام الله يقول له محرضا للكون حوله أن يسبح معه، يقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبحان الله. فالنبي يصعد يوما جبل أحد هذا فيرتج الجبل. اختلف أهل العلم لما ارتج الجبل، قالوا كلاما كثيرا، لكن من ضمن الجمال الذي قالوه قالوا كان يحب النبي فلا ندم، ما قدرش يتحمل قدم النبي فوقه، قال فلان الجبل للنبي، الجبل لان للنبي فكيف لا نلين نحن، الجبل أحب فكيف لا نحب نحن، الجزع بكى على النبي فكيف لا نبكي نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثمرة فؤاد المؤمنين، ومع ذلك هو الذي يوجه إلى جزء من البلد وهو الجبل، فما بالك بكل البلد؟ ولا فلما صعد الجبل اهتز أحد فضربه برجله صلى الله عليه وسلم، ضربه برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك رسول الله. يفوقيك رسول الله. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال إنما فوقك نبي وصديق وشهيدان. الكلام ده قبل ما عمر وعثمان يموتوا، والنبي تنبأ بشهادتهم قبل سنين. أبو بكر 2 سنين خلافة، وعمر 10 سنين، وعثمان 12 سنة. قبل الكلام ده سنين النبي تنبأ بهذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الذهبي ويحب جبل أحد، اسمع بالله عليك، ويحب وطنه. ده توثيقات أهل العلم. شوف محبوبات النبي، ويحب وطنه.
سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الله بنفسه يقول له في سورة يونس في الآية رقم 87 يقول له وأوحينا إلى موسى وأخيه يعني هارون عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. احترام حتى البيوت عند الله بمصر. وانظر إلى قوام مصر وجمال مصر وحب مصر لربنا أو حب الله لمصر سبحان الله. هكذا قال أهل العلم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. يعني مصر دي هتبقى قبلة ده تبشيرات ربنا. واجعلوا بيوتكم قبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. العلماء قالوا الإنسان اللي بيحب وطنه في 3 دعائم أو في 3 صفات أو يجب أن يتحلى بثلاث صفات. 1 حب المجتمع كله كمجتمع بمعنى أن يكون إنسان خدمي. واستدلوا بأدلة كثيرة بس طبعا الوقت مش هينفع. استدلوا بأدلة من القرآن والسنة أن الإنسان المفروض يبقى إنسان خدمي لوطنه. شوف ربنا يقول لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل طهر بيتي. طهر يعني اشتغلوا خدامين عند الناس. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فالدور الخدمي دور عظيم. الدور الثاني إن يبقى عندنا صفات أخلاقية نحمل بها البيت. صفات أخلاقية. وده باب ضخم جدا. لأن الأخلاق هي سبب رفعة أي أمة. وأمة من غير أخلاق تساوي لا أمة. الدعامة الثالثة أو الصفة الثالثة صفات وطنية. وطنية هي الحفاظ على الأرض. حفاظ على الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حافظ على الوطن بشكل رهيب لدرجة أنه ساب الوطن كله لأهل مكة ليحافظ على الأرض وعلى الكعبة وعلى الشعائر وعلى الناس. دي مسألة ضخمة جدا لدرجة أن العلماء كانوا العلم بتاع الوطن تحافظ عليه. العلم شعار الوطن يجب دينا أن تحافظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه المعاني كلها الثلاثة في حديث واحد. جاءه رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله. فسأل مين هم أحب الناس وما أحب الأعمال. فجمع المسألتين الوطنية والاجتماعية والأخلاقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ده النبي بيقول يا جماعة أنت دورك فين نفعك؟ قدمت إيه لجلالك؟ لناسك لبلدك قدمت إيه؟ شوف النبي بيقول إيه؟ أحب الناس إلى الله. لا قال الساجدين ولا القائمين ولا الراكعين ولا لا أنفعهم للناس. فنفعك اسأل نفسك عاتب نفسك فين دورك فين؟ سيدنا إبراهيم مش خدم الدنيا؟ سيدنا إسماعيل مش خدم لدرجة إنه بيجيب الحجارة ويبنوا الكوع؟ فين دورك؟ وقلت لكم 100 مرة بفضل الله حديث النبي راجل ماشي في الشارع لقى فرع شوق شال ربنا يقول للنبي قل له أنا غفرت لك وسامحت وأدخلت الجنة عشان عن شوكة من الطريق. الست اللي ساكت كلب ربنا مع إنها زانية ربنا غفر لها وبدل سيئاتها حسنات. دورك النفع فين؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. شوف ست يتيمة كده شوف عيل يتيمة شوف مدرسة محتاجة تخل مكان طريق محتاج سبحان الله مستشفى حجن براشيم للمرضى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا يقول سيدنا النبي أو تطرد عنه جوعا. تطعم واحد يا راجل خليك ساكت
خليك ساخن. سيدنا موسى دخل مدين وهو حفيان وتعبان وطلع لقى 60 الناس كلها بتسقي ما عدا 60. قال ما خطبكم؟ ما قالت انا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا، فسقى لهما وهو حفيان وتعبان وجعان، ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فربنا بعت له المدد. المدد هيجي لك لو بقيت خدمي، لو بقيت انسان نافع ليك دور، مش تقتصر على نفسك فقط وتعيش لنفسك فقط وتبقى نفعك كله جواك بس. لا، وسع ازاي عشان ربنا ينظر الينا جميعا، او تطرد عنه جوعا. اسمع النبي يقول ايه؟ ولأن امشي مع اخ لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. مسجد المدينه ده اللي بيتكلم النبي، وفي روايه في مسجد هذا شهر. ومن كف غضبه ستر الله عورته. صدق لما تكف غضبك وما تغضبش ربنا يستر عورتك. عايز دي ولا مش عايز؟ سبحان الله. ومن كف غضبه ستر الله عورته. والله العظيم عايز تتعدى حتى العصر. ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه. واحد غضبان ويفضل ينفس غضب، يفضل يعكنن على الناس ويفضل يضايقهم، ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه امنا يوم القيامه. عايزين ايه تاني؟ طب اسمع، ده اخطر من اللي فات كله. ومن مشى مع اخيه، مع كل الكلام ده النبي لسه بيتكلم عن السعي والحركه والاجتماع والوطن. ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى يثبتها له. روايه البخاري دي حتى يثبتها، روايه غير البخاري اثبتها او لم يثبتها، يعني قضاها او ما قضاهاش. حتى يثبتها له اثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامه. ادوار خدميه تحتاج منا الى سعي، تحتاج الى سعي. في تنبيه اعلان من وزاره الصحه، دور خادمي ما شاء الله. وزاره الصحه الحمد لله رب العالمين بالنسبه لفيروس كورونا شغالين، ربنا يرجوهم خير. فبيعلنوا عن حمله للتطعيم ضد فيروس كورونا، حمله جديده لمن هم اكبر من 12 سنه. اللي اكبر من 12 عام هو اللي هياخد التطعيم ده. بيبدا التطعيم يوم 29 مايو، يعني ان شاء الله الاسبوع القادم، ببطاقه الرقم القومي فقط. وفرق التطعيم منتشره في كل البلد وفي القرى والنجوع وفي كل مكان، فجزاهم الله عن الاسلام وعن الناس جميعا خيرا، اللهم امين. ايضا بنستغل الفرصه ديت وبنهنئ طائفه ضخمه جدا في المجتمع وهي الشرطه بعيدها القومي ال71. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم عليهم العافيه والقوه ونصره هذا الشعب. واقول للشرطه في عافيه، بشرى أهل مصر في عافية، وهي بلد عافية. يعني عايز يقول اللي عايز العافية يعيش في مصر، سبحان الله. وهي بلد عافية، من قصدها بسوء كبه الله على وجهه في النار، كبه الله على وجهه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا ولا مرضا إلا شفيته. اللهم نسألك أن تصلح حالنا في كل زمان وفي كل مكان، وأن تصرف عنا شر الغلاء والوباء يا رب العالمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا برحمتك وبكرمك ومنك، ولا تذلهم لطبيب ولا تذلهم لدواء ولا تذلهم لأحد يا رب العالمين. كما نسألك ربنا أن تحفظ مصر وأمنها وجندها وقادتها وجميع أولادها وبرها وبحرها وأرضها وجبالها وسائر بلاد المسلمين. وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وأقم الصلاة.